المحامي خالد العمر من فرع قامشلو لاتحاد المحامين في الجزيرة. قبل كل شيء يجب أن نعرف بأن المؤامرة التي استهدفت أسر القائد عبد الله أوجلان وهذه العزلة هي استمرارية لتنفيذ تلك المؤامرة، واستهدفت الدولة التركية من خلال تلك المؤامرة وسجن القائد إلى عزله عن شعبه وإلى ضرب طموح الشعب الكردي وقضيته العادلة ومحوها من الذاكرة المجتمعية وطمسها نهائيا، ولكنها فشلت في ذلك لأن المقاومة التي أبداها القائد في السجن وكذلك مقاومة الشعب أفشلت تلك المؤامرة وأفرغتها من مضمونها. ولكن الدولة التركية لا زالت مصرة على تحقيق الهدف الذي توخته من تلك المؤامرة، وبالتالي فرضت عزلة على القائد، فهو منذ أن تم وضعه في السجن يقبع في غرفة انفرادية منذ أكثر من 20 عاما لمدة طويلة جدا. تم منعه من لقاء أهله ومحاميه، وهذا بحد ذاته انتهاك للقانون الوطني التركي قبل أن يكون انتهاكا للقانون الدولي والمواثيق والمعاهدات المتعلقة بحقوق الإنسان. فالدولة التركية من خلال العقوبات الإضافية التي سمعنا عنها مؤخرا لا توفر وسيلة واحدة من أجل الضغط على القائد، من أجل الحصول على تنازلات منه كما هي تحلم أو تريد أن تحققه. لا يوجد شيء اسمها عقوبات سرية أو قرارات سرية. المفترض أنه الدولة التي تنظر إلى نفسها أنها دولة قانون ويطبق فيها القانون لا يوجد شيء اسمه سري. الموضوع ليس موضوع مخابراتي أو أمني، وخاصة في محافل المحاكم والسجون، يعني يجب أن تتسم جميع القرارات التي تصدر وتطبق على السجناء بالعلنية، وأن تكون معروفة للجميع وخاصة لمحاميي الشخص السجين. لا في القوانين المكتوبة ولا في الأعراف المتبعة في المحاكم وفي السجون يوجد شيء اسمه عقوبات سرية أو قرارات سرية تصدر، إنما هي العقوبة المفروضة على القائد والسجن أو العزلة المفروضة عليه هي كلها مواضيع سياسية بحتة تستهدف الدولة التركية من خلالها إلى كسر إرادة القائد وبالتالي كسر إرادة الشعب الكردي. العزلة كمصطلح قانوني أو كمفردة قانونية تعني وضع السجين في غرفة انفرادية ولمدة طويلة، وهذه أحيانا تلجأ إليها إدارات السجون أو السلطات عندما نكون بصدد سجناء جنائيين، مجرمين، قتلة. هناك البعض منهم يخرج على القوانين والأنظمة المتبعة في السجن، يختلق المشاكل، فتضطر إدارة السجن إلى وضعه في غرفة انفرادية وعزله عن بقية السجناء. ولكن في حالة مثل حالة القائد عبد الله أوجلان الذي لا يتمتع قرار سجنه بأي مشروعية قانونية، فهو سجين سياسي قبل كل شيء، وهذا من ناحية. من ناحية أخرى هو بالأساس موضوع في جزيرة لا يستطيع أحد أن يصل إليها، لا يوجد أي مبرر قانوني للعزلة التي فرضت عليه. العزلة يعني هي موضوع سياسي بحت تستهدف الدولة التركية من خلاله إلى أن تكسر إرادة القائد لا أكثر ولا أقل.